السلام عليكم. اليوم 7/12/2023 يوم الخميس. قالوا لنا تعالوا لمدينة الأحلام. طبعا هاي مدينة الأحلام عبارة عن شغلات يقدر الطفل من خلالها يحقق أمنيته ولو بيوم واحد أو ساعة واحدة. يعني اللي يريد دكتور، اللي يريد ممرض، اللي يريد أي شيء بالك، رجل إطفاء، يعيشونه هذه الفكرة عند حلم الاطفال. اليوم جينا يم زيونه وجايب ودوده. طبعا ودوده عندها قناه، اتمنى تشتركون بقناتها، تفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. راح ندخل ونوثق الاشياء اللي يريدها الطفل. ودوده شو تريدين؟ شو تصيرين؟ شرطيه. تريد تصير شرطيه وتريد تصير دكتوره. راح نشوف. ابقوا وياي. فيها اكثر من 20 مهنه. نعم. تمام؟ راح تخوض التجربه بزي المهنه وبشكل كافي. يعني حلو، مره راح تصير دكتوره، مره تصير مهندسه، تصير مصممه ازياء، مذيعه بالتلفزيون بقناه شهاب، همين طباخه تسوي بيتزا ودونات. حلو. تمام؟ كل ما اشتغلت زين راح ينطوها راتب، ينطوها فلوس خاصه بالمدينه اسمها الميزو. هاي الميزو تجمعيهن تروحين وين تصفيهن؟ تلعبين بيهن العاب الواقع. طبعا الدخوليه ب 20,000. الاطفال اللي ما بالغين سن الرشد يعني يدخلون مجانا، الام والاب هم مجانا دخوليه. طبعا راح هي اللي تختار المكانات، نعطينها زين من مكان، راح تجمع فلوس والفلوس هاي تجمعها تريد بالبنك او تستفاد من عندها بالجيه الثانيه. راح ندخل نراويكم الاشياء اللي يستفاد من عندها الطفل واللي متعلقه لحقق امنيه الطفل يوم واحد. يجوز من يكبر ما راح يصير دكتور ولا راح يصير مهندس ولا، بس هاي الايام راح يتذكرها ابويا. من ضمن هذا التريك تعطونا اسوار. هذا الاسوار ب10 فعاليات يخلونه للطفل بباركود. هذا الباركود اكيد يقرا على الفعاليات اللي راح تاخذها على الجهاز اللي هم خالينه، وراح نوافيكم بالتفاصيل اخويا. اول ما راح تدخل الوصل تنطيب هنا. اول دخولك بالاشياء اي فقره تخدمها. يلا ان شاء الله.
طبعا هسه اول دخوليتنا رادت تكون شرطيه، راح تلبس الزي الشرطي وبنفس الوقت راح تسويها بروفا بان هي تلزم حشايه على تلزم عود الحرامي وتاخذه وتذبه بالسجن. فراح يروح الحرامي ما ادري ايش ياخذ له ونوم نجي وراه. ابقوا وياه. بس قبل هذا طبعا اسمه باركود، هذا الباركود عنده منزل برنامج حتى ينقص اللعبه، هن 10 لعبات، هسه من ياخذ راح تنقص لعبه يبقى 9 و8 وكلهم على نفس المنوال. اول ما ياخذ الباركود. طلع عندنا الباركود بينها هسه بقت لها 9 لعبات، راح تلبس الزي مالتها، تعال لبسك. قابلها. منها طويها هي ايه طبعا هاي الشرطيه راح تلبس اليلد مال الشرطه والشفقه مالتها. هسه ودونا صار الشرطيه وياها عود فيديو صور وياها، اخذي لها صوره. يلا راح تاخذ الجهاز وين باعي للكاميرا، طيها جهاز صور منه، صور هذا الجهاز بيته ودوده. شو تقول للمتابعين؟ يلا احكيهم شو يسوون هسه؟ شو يسوون؟ يجون يمك شنو هسه انت شنو؟ شرطيه؟ قلهم يجون جماعتك يجون هنا. يلا شيل يلا تعالوا هسه شنو نقول لهم؟ يلا اشرح لهم بعدين المهمه. يلا شنو المهمه؟ يلا اشرح لهم المهمه. راح يجون ياخذون درس، راح يشرح لهم الضابط شو يسوون. يلا تعال يا عمو يلا سد الباب وراك. يلا قعدوا ودوده. طبعا هاي المرحله هي هاي ود بابا. عندهم مثل بالبدايه تدرون انتم مستحيل ضابط او شرطي يكون يعني المهمه مالته ياخذها بالصوره الصحيحه اذا ما يشرحون له الدرس. شنو ايش راح ياخذ؟ شو يسوي؟ من يجي حرامي من يجي هاي يخابر من وش يسووا بقوياي. تريكم اسم الشرطه، يا قسم هذا؟ الشرطه. يا قسم؟ الشرطه. قسم البوليس، اوكي؟ راح نشرح لكم على بعض الادوات اللي يستخدمها الشرطه. هاي شنو نسميها؟ لا احسنت، نسميها شنو؟ كلبشات. شو اسمه؟ كلبشات. نقيد بيها منو؟ من نقيد بيها؟ الحرامي. من نقيد الحرامي وين نخليه؟ بالسجن. ممتاز، خليه بالسجن. المهمة اكو شخص متنكر بزي ما تعالى، شفتوه؟ اي. تدرون ايش سوى هذا؟ حركة فندق. عافية. حركة فندق مال مدينة. زين هسه احنا لازم شو نسوي له عمو؟ لازم نحطه بالسجن. عافية، لازم نحطه صفقة قوية. لازم نروح نقبض عليه ونخليه وين؟ بالسجن. مستعدين؟ مستعدين. يلا يا طال نوقف. عافية، استداروا عليه عمو. استداروا عليه. يلا قدموا. يلا يا بطل. ابو علي. يلا ود هيك. بعد شلون نمشي ابو علي؟ هسه اول شيء بدينا هيجي. يلا. عارفين شلون نمشي هيك؟ تمام؟ يلا. يلا طال.
تعال هنا يلا. هسه حليب صار بالفندق شباب. وين هذا حليب صار هذا فعلا تشوفوه. يلا يلا لزموه يلا لزموه يلا لزموه شرطه يلا لزموه يلا ود لزميه يلا يلا لزميه ود. ليش رايك الفندق؟ ليش رايك الفندق؟ يلا ود احكي لزميه ود لزميه ليش؟ هو ولا مو هو؟ هو هو ولا مو هو؟ لا هذا ما تبين طلعين يلا يلا خذي يلا ود لزمته الشرطه يلا ود لزمته الشرطه يلا يلا لزميه ود لزميه يلا خذوه للسجن يلا للسجن يلا للسجن يلا ود لا جيبي ود يلا لزميه ود لزميه يلا ود بالبداية خليها بالبداية صراحة ود يلا بالبداية يلا ود يلا تعال جيبي بالسجن يلا يلا ود خليه بالسجن يلا بالسجن دفعوه حيل يلا بالسجن يلا يلا ود يلا ود بابا وين خليتوه؟ بعد يطلع؟ ما يقدر يطلع؟ يلا قلهم باي باي يلا قلهم باي باي يلا ود يلا اكفوا سرة واحد. طبعا هاي الفقرة راح شو اسمه راح يوزع لهم فلوس. يلا هاي فلوس. طبعا هاي فقرة الفلوس يجمعوها يستفادون من عندها يقدرون يخلوها بالبنك او يستفادون من عندها باليوم الجاي. وين الفلوس بابا ود؟ طوش فلوس؟ ليش؟ لان سويتي عافية بالسباعي يبقوا وياي باللعبة الثانية. طبعا وصلنا الى قسم الاطفائية. ودودة حبة شو تصيرين بابا؟ ويد بابا شو تصيرين؟ راح تصيرين اطفائية؟ من ساعة صرتي؟ مساح شرطية وهسه اطفائية. طبعا الفقرة الثانية هو مسح الباركود مثل ما سووا بالمرحلة الأولى. ليش؟ حتى هاي هسه قصوا لعبة يعني هسه بقت عندها 8 لعبات راح يلبسوهم الزي او انه بيعطوهم محاضرة اكيد. بدأوا بالزي واحد هسه بدأوا يلبسوها الزي مال الأطفائية. راح تقعد راح يعطونهم أكيد محاضرة 100% محاضرة شلون يتلافون الحريق من يصير وشنو الإجراءات السلامة اللي يتبعوها قبل هذا. يلا نتابع. توعية الأطفال والكبار يمكن أن تنقذ حياتهم. هيا بنا لنبدأ. لكن دعونا أولا نعرف ما هو تعريف الحريق. هو نار كبيرة مدمرة تهدد حياة الأفراد والحيوانات والممتلكات وتنتشر بسرعة تعليمات حتى الطفل يعرف شو يسوي إذا صار حريق أو فشي أو وياي هاي ودي. الأكسجين يعني هذا هو الجو نفسه حرارة مثل الداخل سوى هو دودة بابا راح تصيرين شنو؟ طبعا هاي عافية يلا طبعا من هنا راح ينزلون. يلا ودودة ود بابا يلا سيريس تعال ود صرتي تحت صرتي عافية يلا طبعا هاي المرحلة مال الإطفائيين راح يساعدون بال هاي ودودة. طبعا هاي المرحلة
هي راح يصعدون بالسيارات. هاي سيارة الأطفال. لبسوا الزي واخذوا محاضرة فوق والنوم. وين بابا؟ هاي ودودة صعدة. هاي سيارات الأطفال راح ياخذونهم جولة كاملة وبعدين ياخذوا لهم فرة. هذي تود ياخذون فرة داير ما داير. سيارة الأطفال طبعا راح ينزلون. دير بالك ودودة بابا. وقف ود ود يلا ود لزميلك وحده. وقف روح لزميلك وحده يلا. كل اثنين سوا. تعال انت وياه يلا ود يلا رحنا يلا. لزمها هاي لين عندها قناه لوحدها. ود بابا ود ايش قاعد تسوين؟ ود قاعد ترشين مي. قولي راح رش مي. هاي شوف مسوي لهم هاي الفقره يرشون بيها مي. ود هاي الفقره مسوينها حتى شنو يرشون عود يطفون الحريق. بابا شو تقولي لهم؟ شو تقول؟ ايش قاعد تسوين هالستي؟ تطفين الحريق. يلا عمو انسحاب للسيارة. يلا انسحاب للسيارة. يلا انسحاب. يلا اصعد للسيارة. يلا بابا يلا ود يلا انسحاب للسيارة. يلا بابا يلا صعدوا بالسيارة على كيفكم. لا حد يدافع نفسه. يلا صعدوا بالسيارة. ورا ما طفوا الحريق راح يودونهم للمكان اللي انطلقوا به حتى يرجعون لأهاليهم. ابقوا وياي. انطلقوا ورجعوا للمكان اللي انطلقوا من عنده. هذا من البنات كليتهم طبعا راح يدخل. انطلقوا من هذا المكان راح يرجع بك بحيث هم. يلا نزلوا يلا نزل بالش. يلا عمو كل خط يسوى. يلا عمو كل خط يسوى. يلا عمو كل خط يسوى. عمو تعال. يلا كل خط يسوى. يلا وين؟ يلا عمو يلا. خلينا الفلوس. هاي الفلوس تقدر تجمعها وتقدر تخليها بالبنك تستفاد من عندها بالايام. رجعيها بابا رجعيها. يلا خليها هناك بس خل تطيها هاي. يلا بابا حتى تقولي له شكرا عمو. يلا طاها فلوس. ود بابا هاي شنو هذه طاك اياها؟ فلوس. شو تسوين بيها؟ ليش طاش؟ لين سويتي؟ لأنه اشتغلت زين وكان فلوس حتى أصير دكتورة ومنظفة أفضل. هسه طفيتي الحريق انتي؟ يلا حبيبتي شو تقولي لهم؟ حطوا لايك تفعيل الجرس تعالوا ويانا خلينا نلعب كلنا. يلا باي باي. بدأوا بهاي المرحلة. أول شيء أخذوا الباركود حتى تسقط هاي اللعبة اللي هم داخلين بيها. تعال يلا بابا. ثاني شيء راح يلبسونها أكيد البدلة مال ودودة. هاي مو دكتورة ترى. هذا مختبر. أوكي ماما من تروح نسوي لها تحاليل مختبر. هي هنا فأنت راح تسوين هذه الأشياء. يلا راح تلبسين أول مرة هاي. يلا لبسيها. شطورة بابا. شو تقولي للمتابعين؟ يلا اشتركوا بالقناة وتفعيل الجرس كلهم يجون هنا. يلا روحي هناك. طبعا اكيد راح تلقينهم. روح هناك راح تلقينهم محاضرة قبل ما يبدون بالفعالية.
وهذا الشيء انا اشوفه جدا مهم، على الاقل الطفل يعرف شو يسوي وما يسوي. ابو وياي ودوده صرتي تعالي مختبر. يلا شو تقولي لهم؟ يلا يلا. طبعا حاليا جاي تشرح لهم التفاصيل اللي تخص المختبر. احلى ما بيه يعني الاطفال والكبار متفاعلين ويا الموضوع 100%. ليش؟ يعني ملبسين لهم الزي مالتهم، حتى مال المختبرات موجوده. ربوا وياي هاي ودوده جسره الود هاي المختبر. طبعا اكيد هذا الجهاز المختبر اللي يباوعون به الجسره كلش حلو من الطفل، يعني تعيشه عيشه صحيحه. هاي العيشه صحيحه. فهسه الدور الودوده، فحبيت بس اراويكم هذا الشيء. طبعا كالعاده روح خذ فلوس، خذ فلوس، اعطيها فلوس. هاي طبعا كالعاده ودوده فلوس. وين ودوده؟ شو اخذتي؟ ليش اخذتي؟ ليش؟ لأنه أنا سويت. يلا روح الماما يلا تعال. ودوده حاليا راح تدخل دكتوره تصير هسه حاليا مستشفى. احلى ما بيه يعني مسوين بنايه خاصه كمستشفى، ردها كطبيب كعلاج كامل. ندخل جوا نشوف هسه حاليا بالانتظار. ودوده بابا راح شو تصيرين؟ شو تصيرين؟ دكتوره؟ تحبين تصيرين دكتوره؟ يلا. طبعا احلى ما بالمستشفى هي الطوارئ. مسوين مكان للطوارئ وسديات، راح يعطون محاضره والنوب يعالجوا لهم مريض. بدأوا بقراءة الباركود، يقرون الباركود باليد. بدأوا بزي المستشفى، لبسوهم الإجراءات مال المستشفى طبعا، وعندهم حالات، حالتين هسه على السدية، هاي حالة وهاي حالة. هاي تشوفون هاي حالة وهاي حالة. وراح يعطونهم اول شيء محاضره، ورا المحاضره راح يشيلون الحاله يودوها بالسياره ويودوها المستشفى، وانه يرجعون الحاله وراح تصير الحاله جماعيه. طبعا بدأوا بالمحاضره. تمام؟ تدوي يا بابا ابني فلان توفى عندنا شنو؟ صندوق الاسعافات الاوليه، شنو موجود داخل هذا الصندوق؟ حصلنا جميعهم وين؟ لازم يتوفر هذا الصندوق. وقت راح نستخدم الاسعافات الاوليه، نستخدم الاسعافات الاوليه لا سمح الله صار عندنا حاله حرق وحاله اختناق وحاله اصطدام سياره، نستخدم دي شنو؟ الاسعافات الاوليه، وين لازم تعال دورها ايدك على الكتف. طبعا بدأوا بمحاضرة، والمحاضرة خلصت على الإسعافات والتعليمات اللي يتخذها الدكتور أو البيطري أو الهاي، شو يسوي من تصير حالة، شنو الإجراءات اللي يكون موجودة داخل البيت داخل المستشفى. حاليا هسه راح يصعدون بالسيارة. ودودة شو تقولي لهم؟ يلا يلا يجون هنا. يلا عيدكم على الكتف. يلا بدأوا حاليا وياهم الدكتور اللي يرشدهم على الموضوع هذا. راح يصعدون حاليا بالسياره، ورا ما يصعدون بالسياره اكو حاله موجوده بالسياره، راح يتخذون الاجراءات اللازمه بحق هاي الحاله حتى يتعلمون الطفل او الاب او الام شو يسوون بهاي الاجراءات. طبعا هاي السياره مال الاسعاف اللي موجوده. يلا ودوده كانت بالبدايه هي تراس المكان الاول، راح يصعدون بالسياره، خلوهم بالسرة. صعدوا بالسيارة. هاي راح يجيبون حالة، هاي الحالة موجودة بإحدى المستشفيات اللي راح يروحوا لها، يجيبون هاي الحالة ويجون ينزلوها على السدية ويتخذون الإجراءات الصحيحة السلبية الصحيحة الطبية.
راح ياخذونهم فره بالسياره، وهاي السياره ما شاء الله شلون مطلعه خشمها. طبعا هاي سياره الاسعاف اللي راح تاخذ لها فره بهذا المكان الجميل اللي الصراحه انبهرت من شفته. راح تاخذ لهم فره ويجيبون الحاله ويرجعون بنفس المكان ينزلوها بالمستشفى. حاليا جابوا حاله من مستشفى واجوا راح يجون ينزلون هاي الحاله بالرتهه مال المستشفى. انا اشوف هذا الشيء جدا راقي ومهم، واللي اي شخص على الاقل يعني يحب حب الاستطلاع اللي مسوين مستشفى مصغره على هاي الحالات. جابوا هاي الحاله وراح نشوف الحاله وشلون راح يتخذوها وشلون راح ينزلوها. اكيد مو بس واحد اللي راح ينزل حاله، اكيد راح تكون جماعيه. طبعا هاي الحاله اللي جايبينها حاله مصغره، يعلمونهم اول ما ينزل المسعف وينزلون هاي الحاله وراح داير مداير هاي الحاله شلون مسوينها. هاي الحاله. يلا ود، يلا بابا، يلا ود وياهم، يلا ودوده روح لزمي وياهم، يلا لزمي يلا ود بابا. هاي الحاله اللي ودوده رادة تصير دكتوره بيها. انا اشوف هذا الشيء جدا جميل وراقي، اللي راح الحاله يدخلوها للمستشفى. ما شاء الله. طبعا هاي الحاله حسد يا ودو يلا. طبعا عيشوا الاطفال عيشه كدكتور او ممرض او معالج او اي شيء، عيشوهم عيشه حقيقيه، وهذا الشيء راح يبقى بذهنهم حتى لو ما مفكر يصير دكتور على هاي الملاحظات وعلى هاي الاجراءات جدا راقيه. ود شوف الحال، شوفيه مرتبه. يلا حطوا الاكسجين حفيظه صفقه قويه. خلصوا بالمرحله. طبعا بدت مرحله توزيع الفلوس. يلا بابا حتى تقولي له شكرا. ها يلا ابقى بالاخير. يلا بابا شو تقولي له؟ شكرا جزيلا يا حبيبي. الساق شنو وظيفته؟ ياخذ المي ووصل له وراه، واضح؟ زين. وظيفه النبات الغذاء مالته، صحيح؟ تعال هنا تعال شلون. اول شيء عندنا شلون نزرع؟ ناخذ هذا الكيس نسوي حفره صغيره. زين. ما سوينا حفره نجيب البذور مالتنا ونخليهن تسد الحفره. زين وراها نسقيها مي. والله حفره صغيره.
خفيف. عافية يا عباس. طبعا حاليا هسه وصلنا لمرحلة المتحف، والدودة شوفوها ذيشه قعدت اول بابا ود حبيبتي. طبعا هذا المتحف هو عبارة عن آثار موجودة به، وهاي الآثار يقدرون هسه رمال راح يلعبون هنا نفس الوقت. تشوفون انتم هذني الآثار والتحفيات، راح ياخذون نبذة مختصرة محاضرة والنوب يبدون باللعب بقوياه. يجيبوا بالسرة الأطفال، هاي راح يجون بالرمال. يلا ود يلا يلا ابويا دوري على الآثار. دوري زنوبة دوري. هاي هنا تعي زوزو هنا دوري. تعي ود بابا هنا، تعي هنا دوري. هاي يا طالب ود هاي وحده البيضة. جور رجلك شوف. يلا لقيت وحده، يلا روح قولي له لقيت وحده. روحي وين بابا ود؟ يلا دفنوها دفنوها بغير مكان. روحوا لا هنا يلا ود دفنيها يمك. باوعي لي صير قباله دفنيها. يلا خلوا تراب عليها. بس بغيت نسيت. يلا تعال، اللي لقى يرجع الوجرة في مكانها ويجي. برافو. يلا ود بابا، يلا ود بابا، يلا كافي روح رجعي بمكانه. وين هناك؟ باعي لي بابا يمدنيك. رجعي لولو بمكانه حطي. ليلى يلا تعال رجع الكرك بمكانه. ليلى يلا ود، يلا بابا تعال هنا. احفر ليلى. يلا تعال يلا بابا. صعدي دقيت بعد. صعدي. يلا دفنيها. يلا حطيها بغير مكان. لولو روح يا معم اخذ فلوس. يلا اخذ فلوس. تعال يلا ود اخذ فلوس. ود تعال ليلى خذي الكرك منها. رجع الكرك رجعي. مش ماما لا. تعال ليلى. زينب تعال ود. هذا شنو؟ شطاج بابا. باعي لي زوزو. زينب بابا ليش شطاج فلوس؟ رجع الكرك بابا. الكرك. وصلنا الى مدرسة المطبخ، راح تدخل هنا تسوي على. طبعا بدت مرحلة لبسوها مال طبعا ويد بدأ بيها شلون تسوي ودودة. طبعا هي ودودة ما تعرف، بس هي تعلم بيها. حاليا راح تسوي الكليجة وهاي القالب. تعلمها شلون القالب تقصه.
خلصت وحده وخلتها خلصوا والدودة راح يعطوها فلوس. ليش طوش فلوس؟ على كيف اقفي اقفي يلا شو طوش ليش؟ ليش؟ لأنه كل الألعاب أعرفهم ويعلموني وأنا أتعلم. سويت طبخ هسه؟ سويت كليجة؟ لا أنا سويت دونات بالماء. جاي. دودة تحب تصير مهندسة. حاليا راح تدخل يعني المكان اللي راح تصير بمهندسة. يلا بابا يلا. هسه ودودة راح تصير مهندسة. السلام عليكم. وقفوا ودودة بابا. اخذي تعليمات من الأستاذ يلا. وقفوا بابا. يلا يلا. يلا. راح يلبسوها أول شيء راح ياخذون الباركود، وهذا الباركود حتى يعرفون بين هاي اللعبة سقطت من عندها كل واحد يراد له 10 لعبات. ودودة اللعبة الرابعة حاليا. أول ما ودودة راح تصير مهندس. يلا بدوا بارتداء اليلق. طبعا كل مهندس لازم يلبس يلق ويلبس خوذة، هاي ضرورية. ليش؟ الخوذة تحميه من الحوادث يا ستار، واليلق حتى يعرفون بأن هو مهندس. طبعا اليلقات هي اكو ازرق واكو اخضر واكو هاي كل لون وله مكانه الخاص. اكو بابا ودودة. وين بابا؟ تعال تعال خلينا نشوف ايش لبسوش. ايش راح تصيرين بابا؟ مهندسة. تصيرين مهندسة. شو تقولي للاطفال؟ يلا يلا باعي لي. ايه؟ للعب حلوة تعالوا. يلا روحي روحي روحي. يلا روحي. طبعا اول ما يعني مسوين فد شيء يعني يبهر. مسوين آلات حفارات وفد شيء. هاي الحفارة مثل ما تشاهدونها هي مجرد آلة. حتى الطفل بدل من ما يتمنى يصير مهندس. دودة يلا. الله شوف ودي شلون قاعد تشتغل ودودة ايش قاعد تسوين انت؟ وين؟ يلا يلا ايش صار لي؟ ايه وحده رجعيها ايه رجعها ها يلا يلا يلا. ود بابا انت فرحانه؟ شنو هسه الصاعده؟ يلا باعيلي يلا. قولي لهم المتابعين قولي. البناء قاعد يسوون، قاعد تحفرين انت؟ يلا علميهم شلون يحفرون باعي. اي يلا. طبعا حاليا خلصوا من هاي الآلة، علمهم على الحفر. طبعا هاي هندسة، هاي المهندس، ولو يعني هي امنيتها كانت تكون مهندسة، على الأقل هي لبست الزي الهندسي أو لبست اليلق. خلصوا، والحلو بيهم من يخلصون يحفزونهم بمبلغ. هذا المبلغ تقدر تخليه بالبنك أو الجمعة للمرة الثانية، بيها جوائز أو تدخل بيه بمكانات. هسه خليه يطش الفلوس بعد. أنت تعبتي، غير تعبتي اشتغلتي. وين؟ ماكو بلاش قليلة، قاعد اشتغل بفلوس مو؟ يلا. حاليا تعبهم هاي يومياتهم، هاي يومياتهم يعني ينطونها لهاي. يلا. طبعا حاليا وصلنا لمرحلة تأجير السيارات. هاي السيارة تقدر تأجر سيارة انت تقودها عن طريق ريمونت كنترول، او تجيب ماطور. هذا الماطور انت هو يسوق نفسه.
اما هي صغيره ما تقدر تسوق راح يعطيني ريموت كنترول اني اتحكم بها، وهي ايش ما ادري الطفل هو مجرد تعال صورهم تعال صغيرهم بس هو ضخم. رجع لي انا. حاليا احنا راح ودودة تدخل الى المرسم بمسح الباركود اللي بقت لها بس لعبتين. راح تبدي. ويد بابا هنا قعدي هنا قعدي. هي ايش راح ترسمين؟ ذيك المره ايش رسمتي؟ فعالية المرسم. المرسم هو خالي لهم قطعة يرسمون فد شيء عليها بسيط، نفس الوقت يقدر يرسم بال الرمال. هاي رسم بالرمل. من تكمل ود الرسم راح اصور لكم اياه. صغيرة جدا جميلة. اللي ما يقدر يرسم طبعا المساعدة ترسم لها الرسمة، وفوق هاي يعني راح يعطون الرسمة مالتها ويعطونها فلوس. ابقوا وياي. كتبي لي التاريخ عليها بدون زحمة معليش. التاريخ واليوم بدون زحمة معليش. نهاية الجولة ودودة كملت الرسمة. عفوا حبيبي العفو. كملت الرسمة ودودة وراح نروح لغير مكان. يلا شكرا. الأعمال اليدوية راح تدخل ودودة. طبعا هذا القسم الأعمال اليدوية اللي راح يعلمون الأطفال شلون مثلا يصنعون الأعمال اليدوية. هاي مهنة كلش حلوة. بدأت يعني بتلزيق الوردة. راح تسوي وردة وقالت أهديها سارة. فأنا أشوف هذا الموضوع جدا حلو ومهم وجميل. يعني أنصح كل شخص يجي يدخل. يلا سوتها ودودة. ودودة بالله تعال تعال. ودودة سوت وردة هي سوتها. يلا راح تعطيك فلوس طبعا تعبها فلوس اخذت. ود بابا حبيبتي شو تقولي لهم؟ سويتي؟ سويت وردة. من البطل اللي سوت وردة؟ اعطاك فلوس. مرحلة العشاء. مرحلة شنو؟ العشاء. كملت ودودة وطلبت بيتزا بالدجاج قطع كنتاكي واحنا والعائله. طبعا انتهت جولتنا بمدينه حلم الاطفال. انبهرت انا من دخلت المدينه وشفت الاشياء اللي يعني كلش مفرحه للاطفال. شكر جزيل الى اداره مدينه حلم الاطفال على الفكره الجميله اللي زرعتها ذهن الاطفال من هم صغار. هواي ناس ما يقدرون يحققون امنياتهم من قبل الاباء. يعني واحد يريد يصير دكتور ما يقدر يصير دكتور يعني ضمن الظروف اللي يمر بيها. اتمنى كل شخص يشاهدني ويتابعني ويتابع ودودة يزور هاي ويكتب لي بالتعليقات، واللي زايرها يزورها مره ثانيه، لان الصراحه يوم زرتها باكر وعقبه راح لما اجي ازورها. لا تنسون الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. اي واحد زاير هذا المكان خليه يكتب لي بالتعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.